على العموم، كما قلت، هاد الالتراس الفكر ديالها فرضت نفسها كنوع من التشجيع، فرضت اسلوبها حتى على المسيرين، فرضت رقابة صارمة جدا على المسيرين، على اللاعبين، حملات منظمة على أبناء النادي، مواهب دراري صغار، لأنهم ما عطاكش في جوج ماتشات ثلاثة أربعة في موسم في جوج كتنظم عليه حملات. هذا راه درت معاهم أنا مزيان، قلت لك موسم أو جوج، راهم راه جوج ماتشات أو خطأ بسيط كيدوروا على اللاعب، على العلم أنهم اللي كانوا كينفخوا فيه فاش كان في الفئات السنية، كتسمع واحد النفخ مبالغ فيه، نفس اللاعب كيطلع كيطالبوا به يطلع قبل الوقت، كيحرقوه كيحرقوا اللاعب، كيدخلوه في واحد النجوميه قبل الوقت، كيطالبوا به في ليكيب ا بنفس السرعه، كيدمروا، ضغط 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 فوق المعتاد، ضغط لا عقلاني، فريق في ازمات كطالب انت بالتعاقدات. الرؤساء اللي جاوا كانوا صادقين، كانوا صادقين وجاوب رؤية واضحة، وجاوب بلغة صادقة مع الجمهور، نحن في أزمة وغادي نمشيو كذا وكذا وكذا وكذا، ما باعوش الوهم، تمت محاربتهم، لأن الجمهور باغي 18 لاعب، تجيب لي 18 لاعب، باغي يتخلى على فلسفة الرجاء اللي ديما القوة ديالها في أبناء النادي. جمهور صنع أجواء كتنتج واحد النوع واحد النوع محدد من المسيرين، هو اللي كنشوفو فيه دابا الآن، بل حتى أنه إلى ما كان في المحيط ديال الرجاء كيجي تتجذبوا هذيك الأجواء، اللي تفرج في بريداتور داك الفيلم، داك المخلوقات العجيبة تنجذب إلى ساحات الصراعات، كذلك ما هادشي اللي كنشوفو حنا في الرجاء، الجو المتعفن الداخلي ولا كيجبد لينا الناموس والوعود وتجار الوهم والأكاذيب، ويطرد الناس الصادقين اللي جاية بمشروع. على العموم، كلامنا على الرجاء طويل وكتير وذو شجون، كلام يؤلم القلب، يألم فعلا ما آلت إليه الرجاء. الصفحة الرسمية تاع الرجاء نزلت واحد المستوى بديء جدا، مستوى الكلاش ولغة الشارع، بعد ما كانت الرجاء مدرسة في الإعلام والتواصل، الرجاء اللي كانوا الرؤساء ديالها يضرب بهم المثل في الحكمة، في التسيير العقلاني، الرجاء اللي كانت نموذج ديال التكوين ديال المبادئ في تربية اللاعبين وتربية الجمهور، الرجاء اللي كانت دائما السفير المميز والمدافع الأول على القضايا الوطنية، بلا شروط، بلا قيود، بلا مزايدات. هادشي ولينا كنشوفو اليوم يدمي القلب. علاش هادشي؟ لأن الفاشلين اللي سطاو على الفريق وباعوا الوهم، الشعبويين اللي كانوا كيكذبوا على المراهقين من أبناء الرجاء من الجمهور، اللي واحد النهار غادي ينضجوا وسيعلمون أن هؤلاء كذبة منافقين كانوا يبيعون الوهم، وأن قوة الرجاء كانت بالتخطيط وبأبناء الفريق، ما عمرها تكون بأساليبهم، حتى ولا جاب لي شامبيونز ليغ وجاب لي 20 لاعب تاع مليار ولا 2 مليار، داك الشيء ما كيرضينيش. أنا أتمنى من الرجاء كنموذج، نموذج عالمي على غرار الأندية العالمية، رجاء مستقلة ماديا، ماشي تحت رحمة مشكرة.
ورجاء دخل الملعب تستمتع، دخل الصفحات ديالها تستمتع بالحوارات الراقية، بال... بالتعليقات الراقية، ماشي غتتحول إلى حائط لسب أعراض الناس وتمني الأمراض لهم، كما وقع مع رضوان جيد. واحد المنشور في باج تاع الرجاء الرسمية، الصفحة الرسمية، على رضوان جيد صورة مع بوزوق، تعليقات يندالها الجبين: والله لا تصدر من مغربي حر. قمة الكراهية تتقطر من التعليقات باش تتمنى لأبناء جيد الكونسير ولا المرض ولا الموت ويمشوا لعينيه، والله يعطيك انت واولادك مالنا علاش لماذا؟ لان ماتش ديال كرة القدم شي بزاف الاخوان، شي بزاف. المؤمن ما كيكونش هكا، يديرها كرة القدم حتى ولو كان يقصد الظلم. لو افترضنا ان هناك ظلم، راه ما يمكنش تدعي عليه هو وولادو تتمنى ليه، لان الله سبحانه وتعالى راه هو اللي عارفين ديك الدعوة لا علاقة، ولكن ديك الوجه القبيح وديك الروح الخبيثة اللي كتشوفها عند هاد الناس، علاش الكراهية تقطر؟ علاش؟ على ماتش ديال الكرة، على حالات قابلة للتأويل فيها السلطة التقديرية. انت اذا كنتي حكم ممكن تصفرها، ممكن ما تصفرهاش. الرجاوي ماشي هكا داير، صفحات الرجاء ما خصهاش هكا تكون. الناس تاع الرجاء اللي كيتكلموا بسميت الرجاء ما خصهمش يهضروا بحال هكا، لان كنعرفوا حنايا الرجاء اللي تربينا معها واللي حلينا عليها عينينا. انا كشخص نهار حليت عينيا في الحياه عرفت كره القدم راه جوج حوايج: الرجاء والمنتخب الوطني، جوج حوايج في الحياه، الرجاء والمنتخب الوطني. شفت الرجاء تتلعب في ظروف تاع الظلم الحقيقي جدا، فين يبان جيد ولا ما شنو، الظلم. عمري سمعت اللاعبين ولا الإدارة ولا أي واحد تيبكي، بالعكس عزيمة اللاعبين تتزاد، وجبنا ألقاب من الظروف الصعبة. من كانوا الرجال في حالة الفشل كلشي كيتحمل المسؤولية ديالو، كيعترف بالفشل، الفشل ماشي عيب، كلشي كيدير التدابير لتجاوز الفشل باش الفريق يوقف من جديد. حنا دخلنا في واحد الموضة ما عرفت منين جات، بدعة عجيبة غريبة تسلطت علينا، بكائيات وتصدير للأزمات وصنع أزمات، وصلت لدرجة التحالف مع الأعداء ضد مصالح الوطن وترويج أطروحاتهم في أمور كما قلت ما عليهاش جرام تاع الدليل. أمور عجيبة غريبة يندى لها الجبين. اللي كنتمنى الآن أن السيهم الهضراوي اللي باين أنه باغي يمشي بحاله، أنه جاء من أجل مآرب شخصية، رغم أنه باع الوهم طوال فترة ديال الحملة الانتخابية ديالو، جا باع الوهم، حقق المآرب الشخصية ديالو، باغي يخوي ويكون في علمه أنه يعطينا اتساع أكبر فضل للرجاء، لأنني على يقين أن كل التجارب السيئة وهذه الأمور اللي تؤلم الرجاويين هي فترة مخاض أسير، وغادي ينوض واحد العملاق اللي هو الرجاء، غادي ينوض واحد العملاق
مهيكل على أسس سليمة جدا، لأن هذه المرحلة كلها تجارب، وكاين الكثير من الناس الغيورين على الفريق كيتألموا في الصمت، وغادي يتحركوا إن شاء الله باش الفريق يتأسس على أسس سليمة كما قلت، ما يبقاش يحتاج مشكرة ولا أي متاجر باسم الرجاء باش يخسر عليه 4 ريال تاع 2 لاعبين أو 3 لاعبين في الأخير يهرب ويخلي الفريق غارق في ليتيج وفي النزاعات. على العموم حتى ما يؤلم حقا هذا الموسم بالخصوص، ما يؤلم أن حتى مكتسبات هذه الفترة اللي كنا كنعتبروها كارثية سيريا تاع حسبان والزيات والمحفوظ ضاعت. كارثة. الحل الوحيد اللي بقى قدام الرجاء هو تربح كأس العرش على الأقل أو شامبيونز ليج. علاش؟ لأننا جايين موسم جاي استثنائي، النظام الإفريقي تبدل، إفريقيا كتستعد باش تطلق السوبر ليغ. شفنا سيستم جديد ديال مونديال الأندية، يعني إلا ما ربحنا الشامبيونز ليغ ولا كأس العرش غادي نتسنى واحد 3 سنين ولا واحد 4 سنين، نقيت الإفريقي مشى، ما غاديش تشاركش إفريقيا الموسم الجاي. الترجي وصن داونز خداو لينا بلاصتنا، غادي ياخدوا لنا بلاصتنا في التصنيف، غادي يلعبوا بلاصتنا في كاس الانديه، كاس العالم للانديه. المكتسبات ضاعت. هادشي علاش؟ بسبب السي البدراوي اللي جاي بالاحلام والاوهام، ما عرف دار واحد التخرميزه ديال احاديه القرار بوحدو، جاب مدرب موقوف في 6 الماتشات، شي لاعبين ما فهمنا كيفاش جابهم، جرى على روح الفريق الدراري ولاد النادي اللي بلاصتهم كاينه. العرجون كاين شي واحد احسن من العرجون؟ اوكي معاك، من احسن من النقاط المضيئه هذا الموسم هو اورو، متفقين. كل العرجون كان خصو يبقى في الرجاء، بل حتى متولي كان خصو يبقى في الرجاء بالنسبه لي انا، باش تجي، لان تفاصيل دقيقه جدا. الراجل الموسم اللي فات ما كانش خايب، كان خصو واحد باش تبقى تخدم على المدايين المتوسط والقريب. طالبنا بتدعيم الفريق، هو مشى مع الجمهور تاع جري على كراس وديك اللغه تاع والو، مشى مع الجمهور بعقليه كما قلت عقليه الكورفا والفيراج، مشى مع الجمهور، شطب النادي من اللاعبين ديال الخبره واللي عندهم امكانيات. وبدا كيرول لينا، ضيع الرجاء في البدايه هي كلشي. الرجاء في المركز الخامس، 9 الهزائم ولا 5 الهزائم، 7 تعادلات، تخباو وراء المجموعة الكرتونية الإفريقية، هي اللي كانت الشجرة التي تخفي الغابة. وحقيقة أن المجموعة الإفريقية ضعيفة، كونوا واقعيين، ما فيها حتى نادي شمال إفريقي. عصبة الأبطال الإفريقية أندية شمال إفريقيا والصن داونز وشوية بيترو أتليتيكو، هادو اللي كاينين. سيمبا واحد شوية، رغم أننا أنا تفاجأت بهذا الموسم، ما فهمتش. حتى حورية كوناكري اللي كانت ربما كتزير شوية الموسم منهارة تماما. على العموم كنتمنى الصفحات الرجاوية وكل غيور على النادي، مؤثر، أي واحد عنده تأثير على النادي وعنده ناس متابعين، شوية الصمت ونخلو الفريق يبعد فيه هدوء
تشجيع وفقط. كنتمنى أيضا من الإدارة التقنية واللاعبين يسدوا على راسهم، لأننا في مرحلة حاسمة. الموسم موسم الرجاء والمواسم الجاية 3 سنين تقريبا غيتلعب هذا الشهر بكل صراحة. كنتمنى يسدوا على راسهم ويرجع التركيز والهدوء وينفصلوا على السوشيال ميديا. عندهم ماتش قدام الأهلي ماشي الأهلي ديال السنوات هذه. الأهلي راه انهزمات مع صن داونز الخماسية، كانت تخسر خسرت مع الهلال، كانت تخسر في تيرانا مع صن داونز. بإمكاننا نتجاوزوها وبإمكاننا نربحوا اللقب. كما قلت خص تجهيز ذهني مزيان والخطة تلعب مناسبة وكلها يتحمل المسؤولية. وكما قلت الهدوء، الرجاء تحتاج للهدوء، تحتاج لمصالحة شاملة مع المغاربة، مع الأجهزة اللي كتمثل الرياضة المغربية. هذا الشيء ضروري. خليني من الخوى الخاوي الكلام الشعبوي. الرجاء تحتاج للجامعة والجامعة تحتاج للرجاء طبعا. على العموم الكلام كتير، وكنتمنى تكون الرسالة وصلت، وهذا الشيء اللي عطا الله. وكما قلت هذا الرأي ديالي ويمثلني أنا فقط. السلام عليكم.